يعني انتوا بتجهزوا حاجه يعني علشان يبقى في كتله طبعا تقدر تتصرف تنقذ النادي، لان النادي مش ابناء. بيغرق، النادي غرق وهو بيقول كده. الراجل يعني الراجل طالع يومين قال لك ما عنديش حاجه ومش هعرف اعمل حاجه وانا محجوز على الفلوس والقيد مقفول ومش هقدر اشتري لعيبه ومفيش فايده وكل حاجه يعني. اللي بحاول اوضحه لحضرتك ان احنا كلنا كابناء النادي اللي هم لعبوا وتعبوا جوه النادي ده، كلنا تجمعنا بان احنا نسترجع النادي الزمالك مره اخرى لابنائه اللي هم تعبوا واجتهدوا فيه. والنهارده ما حدش فينا بيبص لنفسه، كلنا بنبص لنادي الزمالك، وده عهدنا بنادي الزمالك. وانا متخيل بس ان فتره 6 شهور دي لو كل زملكاوي يقعد مع نفسه كده ويقارن، يقدر يستطلع يعني تماما ان نادي الزمالك كان بيدار باحترافيه وكسب بطولات وما عملش اي مشاكل مع اي حد ولا صوتنا عالي. وفي نفس الوقت برضه يا استاذ عمرو يعني ما احنا لعيبه نعرف نعلي صوتنا ونعرف ناخد حقنا 24، بس احنا ملتزمين بالدوله اللي احنا عايشين فيها وبالظروف اللي موجوده فيها الدوله، واحنا ملتزمين بس قادرين ان احنا نسترجع نادي الزمالك. ده اللي احب اطمن منه الناس. انت شفت موضوع امام عاشور ازاي؟ انا شفت امام عاشور كحسين لبيب يعني بمنتهى الحزن اقدر اقول ان امام عاشور كان ماضي معانا تعاقد 4 سنوات. كان امام عاشور اما انا تعاقدت معاه وانا بسيب النادي قبليها بتقريبا 5 ايام والله. وكان من وجهه نظري كراجل بتاع رياضه ان امام هيطفر، فبالتالي خلي امام معانا لان امام لاعب قوي جدا ما حدش يقدر وصغير وصغير في السن، وعملت له عقد 4 سنوات يبدا يعني بالظبط كده يا فندم يبدا من 21/22 لغايه سنه 24/25. والعقد ده اجمالي تعاقد في السنه انكلودنج الضرايب، يعني يتخصم منه الضرايب كلها ب 10,750، يعني ياخد نت في ايده 8 مليون. وال 8 مليون دي من اول سنه لرابع سنه هو 8 مليون. وسايبين 4 نسخ في النادي مش نسخه واحده بعد اذن حضرتك. انا برد اهو يعني بمنتهى الفضل والحزم، سايبين 4 نسخ لان هم اتمضوا ال4 نسخ دول مع ال4 نسخ بتاعت الكابتن عبد الله جمعه برضه 4 نسخ. تم توثيق عقد الكابتن عبد الله جمعه ولم يتم توثيق عقد الكابتن امام عاشور. ليه يا فندم؟ ليه ما توثقش عقد امام عاشور؟ انا بعد اذن حضرتك احنا يعني تقريبا احنا مشينا يوم 21/11. الكلام اللي انا بحكيه لحضرتك كان يوم 16 او 17. العقد موجود على النت، يعني انا مش بقول حاجه ما اعرفش تنزل ازاي، انما هو على النت لو حضرتك تقدروا تبصوا عليها تلاقي ان احنا في 4-5 ايام احنا مضينا مع امام. بعد 4 ايام سيبنا النادي او 5 ايام مش متذكر قوي، انا متذكر طبعا ان احنا مشينا يوم 21/11. ال5 ايام دول ما لحقناش نوقف. طب ليه لم يتم توثيق العقد بعد كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكالمة نارية مع عمرو أديب بحسين لبيب يكشف مرتضى منصور عن رحيله. أتمنى أصحاب يشاركوا الفيديو ويعملوا لايكات واشتركوا في القناة. سلام.